السلام عليكم ومرحبا بكم مرة أخرى فيديو جديد من قناة أطباق وأذواق للطبخ مع ليلى. نتمنى تكونوا بخير وعلى خير وتكونوا بصحة جيدة. ودائما في إطار تحضيرات ديال إفطار رمضان، فغادي نقترح لكم مجموعة ديال الوصفات غادي نحضروا من نفس العجين. وصفة ديال الحلو والمالح، كذلك تحلية للسحور وسلطة بالخضر المنعشة، ووصفة العشاء اللي غادي تكون غراطا اللي كيوجد بسرعة. فبقاو معايا نشوفوا الطريقة ديال التحضير مع المقادير، وصفات اللي هي متنوعة. نتمنى أنكم تاخذوا أفكار اللي تفيدكم، فبقاو معايا نشوفوا الطريقة والمقادير. نبداو على بركة الله بالعجين. غادي نحتاجو 400 غرام او ما يعادل من 4 ديال الكؤوس ديال العنبه من الدقيق ديال الفرش تكون غير مملوءه. غادي نضيف ليها شويه ديال الملحه، نص معلقه صغيره ديال الخميره ديال الحلويات، معلقه كبيره ديال الخميره ديال الخبز، معلقه صغيره من الخل، معلقه كبيره من الحليب البودره، 2 معالق كبار ديال السكر سنيده، و4 معالق كبار ديال الزيت النباتيه. غادي نحتاجو ابيض ديال البيضه والاصفر ديالها غادي نحتفظوا به على جنب باش غادي ندهنوا هاد الفطائر. غادي نخلط في الاول هاد المكونات، من بعد غادي نبدا كنجمع العجينه ديالي بالماء الدافئ. هنا خديت كاس ديال العنبه فيه شويه ديال الماء دافي، وغادي نبدا كنجمع العجينه وكندلكها واحد شويه. ما غاديش تحتاج يعني واحد المده ديال الدلك اللي هي طويله، فقط كتجمع لينا العجينه وكتولي مطاطيه واحد شويه. كنحبسوا. درت في الاول كاس ديال الماء، من بعد هنا ملأت غير نصف كاس وغادي نستعمل منه غير شويه. فتقريبا الكميه ديال الماء اللي خدات لي هاد العجينه هي كاس وربع. المهم نحصلوا على واحد العجين اللي يكون القوام ديالو رطب واحد شويه، ولكن ما نجريوهش بزاف، ما نديروش بحال العجين ديال البريوش اللي كيكون خفيف وكيلتصق بزاف في اليدين. هاد العجينه يعني كتكون كنقدروا نجمعوها يعني متماسكه شويه، ولكن في نفس الوقت رطبه وكتلصق غير واحد شويه في اليدين. فهذه هي الكميه اللي بقات ليا من نصف الكاس. غادي نغطيه بالبلاستيك الغذائي ونخليه على جنب حتى كتختمر جيدا، ومباشره كنوجدوا الكريمه اللي غادي نستعملوها في الحشوه الحلوه. احتاجيت ليها كاس الا ربع ديال الحليب، 2 معالق كبار ديال السكر، ومعلقه كبيره تكون غير مملوءه من البودره ديال الكاكاو. من الافضل نستعمل نوعيه جيده حيت هي اللي غتعطينا النكهه للكريمه وتجينا بالنكهه ديال الشكلاط. غادي نضيف ايضا معلقه كبيره ديال بودره الكريم باتيسير، معلقه كبيره باش تجينا عاقده. ودرت 2 معالق كبار ديال السكر لان العجين ما درناش فيه السكر بزاف، هي اللي غتعطينا الحلاوه للفطائر. وكذلك درنا الكاكاو المر. غادي ندير هاد الكريمه فوق النار اللي تكون مهيله مع التحريك المستمر حتى كتعقد. يعني غنوجدوا كريمه ديال الباتيسير بالنكهه ديال الشكلاط. ملي كتعقد الكريمه غادي نحيدها ونديرها في طبق اخر، نغطيها بالبلاستيك الغذائي ويكون كيلامس الوجه ديالها، ونحطها في الثلاجه باش كتبرد مزيان. في هذا الاثناء ايضا غادي نحضروا الحشوه اللي كتكون مالحه. غادي نحتاج ليها 2 حبات ديال البصله، شويه ديال الزيت، وغادي نديرهم فوق النار مع التحريك المستمر حتى كتحمر لينا البصله. وغادي نضيف التوابل، ثومه بودره، معلقه من التوابل ديال السمك والزعتر. ملي غادي نخلطهم غير واحد شويه يعني لان البصله تحمرات، وغادي نضيف عليهم واحد الربطه ديال السبانخ اللي تكون مغسوله مزيان ومقطعه بحال هكذا رقيقه. هاد الحشوه ما غاديش نديرو نهائيا الملحه لان السبانخ مالحه، وغادي نضيفوا مكونات اخرى اللي حتى هي مالحه. زيت شويه ديال الصوجه، تقريبا معلقه كبيره ديال صلصه الصوجه، وواحد العلبه ديال الطون ديال الزيت. فاش كنديروا الطون صافي كنطفيو النار وكنخلطوا غير باش كيتجانس لينا داك الطون مع هاد الحشوه. غادي نحيدها هاد المقله فوق النار ونضيف واحد المعلقه كبيره ديال الجبن. هاد الجبن مالح، لذلك ما كنديروش الملحه في الحشوه. وطبعا اللي ما كيبغيش السبانخ ممكن يعوضها بالفلافل الالوان ولا باي نوع ديال الخضر. غادي نخلط داك الجبن مزيان مع هاد الحشوه ونخليها حتى هي على جنب حتى كتبرد. ملي كتخمر لينا العجينه غادي ندهن يدي غير بواحد شويه ديال الزيت ونجمعها ونحيد داك الهواء اللي كيتشكل، وغادي نقسموا العجينه للنصفين. بالنسبه للجزء اللي غادي ندير به لي شوسون فغادي ناخذو ونديرو في الطبق وندخلو للثلاجه باش هكذا ما كيخمرش بزاف على ما نوجدوا الوصفه الاولى اللي غادي تكون حلوه، لان الوصفه الحلوه خصها الوقت باش كتخمر. اما لي شوسون فما غاديش نخليوهم يخمروا. غادي نبداو بالوصفه الحلوه واللي غادي تكون بحال الشكل ديال لي بان سويس بكريم باتيسير بالشكلاط. هنا خديت العجينه غادي نطلقها بشويه ديال الدقيق، نطلقها المستطيل، وخديت 50 غرام ديال الزبده المارغرين ذوبتها وغادي نورق بها هاد العجينه. انا ورقت العجينه باش تعطينا داك المذاق ديال الكرواسون ولا ديال بان سويس مورق، ما تجيناش هاد الفطائر بحال البريوش. دهنت سطح العجين بالزبده المذوبه وغادي نبدا كنلفها بهاد الطريقه.
غنديروا لها واحد شويه ديال التوراق غير باش كناخذوا داك المذاق ديال الكرواسون اللي كيجي فيه الطيبه ديال الزبده وكيجي زوين. ملي لفيت العجين غادي نطلقها غير واحد شويه هكذا في العرض وشويه بالطول، وغادي نلف الجوانب، او ماشي عفوا ماشي نلف الجوانب انما نجمع الجوانب الوسط ونسدوها بحال الكتاب، يعني بحال الطريقه ديال العجينه المورقه. صافي، وغادي مباشره غادي نطلقها ونبدا نشكلها، يعني ما غاديش نخليها ترتاح. هنا عاودت طلقتها المستطيل وغادي نرقق داك الجناب اللي الملاقين غادي نرققهم واحد شويه، وناخذ الحشوه ديال الكريمه اللي كتكون بردات وغادي نديرها في الوسط، نسرحها بشكل طولي. وممكن ديروا كريم باتيسير بالفانيلا الا ما بغيتوش المذاق ديال الشكلاط، يعني كتبقى الكريمه اختياريه. ملي سرحت هاد الكريمه بشكل طولي غادي نجمع الجوانب، غادي نطوي واحد الجهه ندهنها غير بواحد شويه ديال الماء. هذيك الجهه اللي طويت غندهنها غير بشويه ديال الماء باش ملي غادي نلف عليها الجهه الاخرى غادي تلصق العجينه مع الطبقه الاخرى. نضغط عليها غير شويه وغادي نقرص داك العجين باش كيلتصق مزيان. صافي، وغادي نقلبها بكل سهوله لان الكميه ديال العجين فهي صغيره نتحكموا فيها بكل سهوله. صافي، وغادي نبدا كنقطع القطع بهذا الشكل هذا ونوضعهم في اللاطه ديال الفران، اما تكون فرشه بورق الطبخ او ندهنوها بواحد شويه ديال الزيت. ملي قطعت الفطائر غادي نخليهم على جنب حتى كيختمروا مزيان، نغطيهم بشي بلاستيكه ولا بشي منديل ونخليهم على جنب يختمروا. وغادي نجبد العجينه ديال لي شوسون اللي حطينا في الثلاجه وغادي نطلقها حتى هي بشويه ديال الدقيق باش ما كيلتصقش لينا العجين فوق سطح العمل، وغادي نبدا كنشكلها. الطريقه ديال التشكيل غادي نقترح لكم هذه الطريقه، فهي سهله بزاف وكتختصر الوقت. ضروري نطلقوا العجينه المستطيل او المربع، من بعد كنقطعوا الاشرطه بحال هذا الشكل، يعني اشرطه ما تكونش صغيره. وغادي نبدا بالشريط الاول وغادي نوضع فيه شويه ديال الحشوه وكنطوي العجينه، ومن بعد كناخذ قطعه اللي هي دائريه ونقطع العجين ديالي كيجي بحال الشكل ديال لي شوسون. هذه الطريقه كتختصر بزاف الوقت لان ما كنبقاوش نطلقوا العجينه عاد كنقطعوها دوائر عاوتاني نجمعوها ونطلقوها عاوتاني ونديروا الحشوه. هذه الطريقه كتختصر الوقت، يعني نقطعوا نديروا الحشوه في نفس اللحظه. انا غادي نستمر بحال هكذا، وداك الجناب ديال العجينه غادي نحيدهم ونجمعهم يعني ما كيضيعوش، وغادي نعاود نطلقهم مره اخرى. يعني واخا كتبان لكم داك العجينه كنجمعوها ولكن كتكون الكميه ديال العجينه قليله بزاف على ما نبداو كنقطعوا الدوائر بوحدهم. وطبعا حتى بالنسبه للقياس ممكن تكبروا الحجم ديال لي شوسون ولا تصغروهم على حسب القياس اللي بغيتو. صافي، هاد العجينه غادي نبقى نجمعها ونحطها على جنب. وطبعا بالنسبه للعجين ديال لي شوسون فكنطلقوها رقيقه شويه لان العجين فيه الخميره، يعني واخا حنا ما غاديش نخليوها يخمر المره الثانيه ولكن العجين كيجي قطني وخفيف بزاف. فنرققوا العجينه واحد شويه باش كيجيونا هاد لي شوسون رطبين وزوينين وفي نفس الوقت ما فيهمش البابه من الداخل. هذا هو داك الزائد ديال العجينه اللي بقى جمعته، غادي نطلقها هاد المره غير بشكل طولي يعني بحال الشكل ديال المستطيل واحد، ما نحتاجش انني نطلقها بزاف ونعاود نقطعها لان الكميه ديال العجينه اللي كتبقى فكتكون قليله. غادي نعاود نفس العمليه حتى نسالي هاد الكميه اللي عندي. بالنسبه لي انا الكميه ديال الحشوه وديال العجين جاتني هي هذيك، يعني ما بقاتش شيطه عندي لا عجينه ولا حشوه. مباشره ملي كنسالي التشكيل ديالهم غادي ندهنهم بداك اصفر ديال البيض اللي كنا محتفظين به على جنب، غادي نخلطو مع شويه ديال الحليب وندهن به هاد الفطائر او هاد لي شوسون. ملي كندهنوهم غادي نثقبهم بالكوردون باش هكذا كنخلي واحد المجال منين كيخرج داك الهواء وما يطرطقوش. فاش كنبداو التشكيل ديال لي شوسون كنشعلوا الفران باش كيسخن مزيان. وهاد الفطائر خصهم يطيبوا في فرن اللي يكون ساخن من قبل على نار اللي تكون مهيله. في الاول كنديروا النار من الاسفل حتى كيتحمروا وكيطيبوا مزيان، عاد كنشعلوا النار من الاعلى. انا زينتهم بشويه ديال الجبن ديال الموتزاريلا مبشور رقيق، ومن بعد رشيت عليهم شويه ديال الزعتر والسمسم ودخلتهم للفران. كندخلوهم طبعا مباشره بعد التشكيل، ما كنخليهمش يخمروا باش كيجيو زوينين. هاد العجين كتجي رائعه جدا، نتمنى انكم تجربوها. وبالنسبه للحشوه فهي اختياريه، ممكن ديروا الحشوه اللي بغيتو. ملي طيبت لي شوسون هاد البان سويس كان اختمر، دهنته حتى هو بداك الكميه ديال البيض اللي بقات. غير هو داك البيض اللي بقى زدت معاه واحد شويه ديال القهوه سريعه الذوبان باش تحيد لي داك صفورات البيض. ومن بعد دهنت هاد الفطائر زينتهم بشرائح ديال اللوز ودخلتهم يطيبوا بنفس الشيء. كتكون نار مهيله في الاول، نار من الاسفل حتى كيطيبوا، من بعد كنشعلوا لهم النار من الاعلى
يتحمروا. ملي خرجتهم من الفران هما باقيين سخان، غادي نرش عليهم السكر كلاصي، كنزينوهم بالسكر كلاصي، وكذلك هاد الطبقه ديال السكر كتعطينا حتى الحلاوه لهاد الفطائر. صافي ملي وجدت الفطائر غادي نبداو نحضروا التحليه اللي غادي نحتاج ليها نصف لتر ديال الحليب مع واحد العلبه ديال الفلون بذوق الكراميل. هاد الفلون اللي كيكون بالسكر نخلطهم جيدا ونديرهم فوق النار حتى كيوصلوا لمرحله ديال الغليان بحال اللي غادي نحضروا الفلون. من بعد كنحيدهم فوق النار وغادي نضيف هاد العلبه ديال الصابلي. درت علبه فيها 42 غرام. هاد الصابلي اللي كيكون فيه الذوق ديال الكوك. غادي نخلي داك البسكويت يرطب واحد شويه لمده تقريبا ديال 2 دقائق. من بعد غادي نطحنو مزيان بالميكسور، وغادي نوضع هاد الخليط في الكؤوس ديال التحليه. هاد التحليه كتجي زوينه وفي نفس الوقت سريعه جدا. الخليط ما درتش فيه السكر لان استعملنا فلون بالسكر. الا درتو الفلون العادي فغادي تزيدوا كميه ديال السكر تقريبا 3 معالق كبار. خليت هاد الخليط حتى كيعقد وكيتماسك، وغادي نضيف الطبقه ديال صلصه ديال الشكلاط. ممكن ديروا صلصه الكراميل ولا اللي بغيتو، وغادي نزينهم بالفويتين ونعاود ندخلهم الثلاجه حتى يبردوا مزيان. ملي ساليت التحليه غادي نوجد الكغاطا اللي كيكون ساهل بزاف وكيجي بنين بنين بزاف. غادي نحتاج حبه ديال البصله، درت نص حبه ديال الفلفله خضراء ونص ديال الفلفله حمراء، شويه ديال الملحه وزيت الزيتون. غادي ندير هاد المكونات فوق النار يتشحروا على نار اللي كتكون مهيله مع التحريك حتى كتدبل البصله والفلفله. وغادي نضيف عليهم كميه ديال انا درت لادانت او الديك الرومي، ممكن ديروا صدر ديال الدجاج. درت 250 غرام. وغادي ندير في التوابل معلقه صغيره ديال توابل الدجاج، نص معلقه ديال بصله بودره، نص معلقه ديال ثوم بودره، شويه ديال الابزار والزنجبيل والزعتر. غادي نخلط مزيان هاد المكونات حتى كيتشحر ويطيب داك الدجاج. وغادي نضيف في الاخير معلقه صغيره ديال المطيط. صافي غير كنخلط داك المطيط مع هاد المكونات وغادي نطفي النار. وغادي نحضر مباشره الصلصه ديال البيشاميل اللي غادي نحتاج فيها معلقه كبيره ديال الزبده. درتها فوق النار حتى كتذوب. غادي نزيد عليها معلقه كبيره ديال الدقيق الفورس اللي تكون عامره مزيان. ملي كنخلط داك الدقيق مع الزبده غادي نحيد كاسرول فوق النار وندير 2 كيسان ديال الحليب، وغادي نسمها بشويه ديال الملحه، شويه ديال الابزار وكذلك الكوزه. بالنسبه للكوزه كنستعملوا غير واحد شويه، ولا ما بغيتوهاش فما ديروهاش، ولكن هي كتعطي واحد المذاق زوين للبيشاميل. غادي نخلط هاد المكونات ونرجع الكاسرون فوق النار مع التحريك المستمر حتى كتعقد لينا هاد الخليط ديال البيشاميل. فبالنسبه للبيشاميل ما كيعقدش بزاف، كيولي ثقيل بحال الكريمه. حيدتها فوق النار وزدت عليها 2 قطع ديال الجبن مثلث، ممكن ديروا الجبن الكريمي. صافي كيولي القوام ديالها بهذا الشكل هذا. خديت الليمون ديال كراطا اللي كيدخلوا الفران، انا درت الليمون فرديين، ممكن ديروا قالب واحد اللي يكون بحجم عائلي. غادي ندير الطبقه الاولى ديال البيشاميل. من بعد غادي نحتاج هاد قطع بطاطا مسلوقه مع شويه ديال الملحه، قطعتها قطع بحال هكذا متوسطه. بالنسبه للبطاطا كتجي زوينه بزاف مع في هاد الكراطان بالبيشاميل، يعني ما نحتاجوش نقليوها، يعني غير نسلقوها مع الملحه كتجي زوينه. من بعد درت طبقه اخرى ديال البيشاميل، وغادي نزيد الحشوه او طبقه ديال الدجاج بالفلفله، او عفوا اللدن بالفلفله. صافي وغادي نغطيه بالبيشاميل ونزيد طبقه ديال الجبن المبشور، ونعاود ندخل هاد القوالب للفران باش كيتحمروا. صافي وكنقدموهم كيجي رائع جدا. من بعد حضرنا السلطه. غادي نقترح لكم هاد السلطه ديال الخضر المنعشه. في اناء غادي ندير خيار مقطع مكعبات، وكذلك طوماط سوريس مقطعه قطع صغيره، هاد الملفوف الملون، وكذلك الخس مقطع قطع صغيره. كلشي كنقطعوه طريفات صغار. وكذلك غادي نحتاج 2 البنات مسلوقه مع المايس، واحد شويه ديال البصله فقط باش كتعطينا النكهه. وغادي نصاوب الصلصه اللي غادي نحتاج ليها شويه من عصير الحامض. انا كنستعمل الحامض عوض الخل، راس معلقه صغيره ديال المطاط، غير واحد الكميه خفيفه، شويه ديال الملحه. وغادي ندير هاد زيت الزيتون عندي منسمه بالازير والخزامه، وندير شويه ديال الابزار. هاد الزيت ديال الزيتون كتعطينا واحد النكهه زوينه بزاف للسلطه، خصوصا هاد السلطات ديال الخضر. صافي وغادي نخلط مزيان داك الصلصه وغادي نوضعها فوق الخضر ديالي. طبعا ما كنخلطوش الصلصه مع الخضر حتى كنبغيو نقدموها باش كتبقى لينا طريه. كنخلطها مزيان مع داك الصلصه وكنوضعها في طبق ديال التقديم. ممكن تزينوها بالبيض، انا كنت باغيه نزينها بالبيض ونسيتو، يعني سلقته طيبته حتى يعني فطرنا وسالينا، عاد تفكرت البيض ما درتوش.
المهم كتزينوها باللي بغيتو. وكانوا هادو هما الأطباق ديال اليوم أو الاقتراحات اليوم، نتمنى أنهم ينالوا إعجابكم. تبارطاجيو الفيديو مع أصدقائكم وأحبابكم باش تنالوا الفائدة. خليتكم على خير ونتلاقاو إن شاء الله في فيديو قادم، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.